هو ايضا في احسن الظروف. طبعا مع مرور الدقائق واللي هو عمر الوقت يزداد ثقه فريق شاختار دونيسك من امام لاعبي فريق ريال مدريد، يزداد ثقه، يقول لك نحن قادرين على الصمود اكثر. اوه كره صعبه والحكم ماذا قال؟ جول. خطا فادح من اندري بياتوف، واول اهداف كريم بنزيما في دوري الابطال لهذا الموسم، الهدف رقم 43 في 74 مباراة لعبها كريم. في نهاية المطاف عند الدقيقة 30 تفك الشفرة ويتمكن كريم بنزيما من الاستثمار في خطأ فادح من اندري بياتوف في وقت كنت اتحدث عن ثقة في النفس يكسبها عناصر شاختار. مع مرور الدقائق والثواني إيسكو من هناك على الجهة اليسرى، خروج الحارس، وكريم بنزيما لم يكن يتوقع بأن الكرة تأتي على طبق بهذا الشكل، ولكنه تموقع في المكان اللازم فقال له الحارس هاي الكرة يا كريم إليك هذه التمريرة، فسجل أول أهدافك. خطأ فادح من الحارس أندري بياتوف أمام كريم بنزيما. عندما تخطئ بهذا الشكل تدفع الثمن يا بياتوف. بنزيما والريال جول، شاختار دونيتسك 0. ابكي يا بياتوف. كريم بنزيما عنده الكرة يبحث عن التوغل، كريم إلى المراوغة، أولا لا رونالدو الدفاع. الحكم يقول لك لا يا كريستيانو رونالدو. ماذا قال؟ ضربة جزاء. يسدد أولا لا ويسجل جول. بياتوف كاد يعوض الخطأ الذي ارتكبه، ولكن قوة التسديد عند كريستيانو رونالدو صنعت الفارق وسجل الريال ثاني أهداف